القلق مش ضعف شخصية ولا قلة إيمان. القلق جهاز إنذار عطلان وصوته عالي زيادة عن اللزوم الفترة الأخيرة. لما تحس إن قلبك هيقف من الخوف قبل ميتنج مهم أو قبل امتحان، أو تفضل تعيد وتزيد في سيناريوهات سودة لمستقبل ولادك ومستقبلك، الناس حواليك هتقولك جمد قلبك وانت مكبر الموضوع، وانت بتحس بالذنب لأنك انت مفروض متعرف على نفسك إنك انت قوي وتعرف تعدي أي حاجة. الحقيقة إن القلق هو استجابة بدائية من مخنا علشان يحمينا. زمان كان بيساعدنا إن احنا نهرب من الأسد، دلوقتي مخنا بيتعامل مع أي خناقة صغيرة في الشغل أو تأخير في التاسكات المطلوبة منك كأنه أسد وهيفترسك. جهازنا العصبي شغال بزيادة، فبيفرز أدرينالين وإحنا قاعدين في مكاننا، وده اللي بيخلي جسمنا يترعش ونفسنا يضيق حتى لو مفيش خطورة ومفيش أسد. انت مش ضعيف، انت بس نظام الحماية عندك حساس زيادة شوية. المشكلة في السيتنجز بتاعت الجهاز ده، اعدادات الجهاز محتاجة اعادة ضبط. القلق ما هواش ضعف ومش نقص قوة ولا نقص ايمان، هو بس جهاز انذار صوته عالي زيادة شوية الفترة الاخيرة. خليك فاكر ان القلق هو ضريبة الذكاء والخوف على بكرة، بس ما تخليش الضريبة دي تحرق كل الأصول التي تمتلكها. لو الفيديو ده في حاجة شبهك ابعته لأي حد دايما بيلوم نفسه على إنه قلقان، وعرفه إنه كمان هو مش لوحده.